بس لو حصل يا دكتور بقى، يعني انت عارف ان ساعات في بعض الاشخاص بتهمل في حالاتها الصحيه، وبالذات ان هو كتير برضو التشخيص ممكن يقول لها لو لقت مثلا كتل او حاجه يقول لها لا ده في ساعات ممكن في غدد بتبقى مثلا ملتهبه او في مثلا اورام بتبقى حميده، بس للاسف ممكن فيما بعد تبقى هي اوريدي ده سرطان وما كانش اتشخص صح. ساعتها بقى يا دكتور التأخير في الموضوع ده أو إنها من الرعب لكلمة سرطان، إحنا الكلمة صعبة يا دكتور، ناس كتيرة لغاية دلوقتي الكلمة بتخوفها. لو حصل ده يا دكتور وحصل تأخير، فعلا ممكن ده يعني يبقى مثلا زي ما احنا بنقول بدل ما يبقى كتلة واحدة يبقى كذا كتلة ويأثر فعلا على الثدي كله ولا لا؟ اولا انا مش شايف ان السرطان رعب بالدرجه اللي الناس ساعات بتتخيله، وخصوصا في العصر الحديث مع التطور في التشخيص والتطور في العلاج. النقطه الثانيه، الرساله الكويسه ان الكتل اللي بتبقى موجوده في الثدي 80 ل 90% منها بيكون حميد. طب يعني حلو ده. طبعا يعني مش اي سيده تحس اي كتله في الثدي ده معناه ان إن ورم خبيث. عندها لا اطلاقا، انا بقول اكثر من 80% بيكون ورم حميد. النقطه الثانيه طبعا مهم جدا الاكتشاف المبكر، وعشان كده تشخيص الثدي لازم يبقى 3 حاجات يا فندم: يبقى التاريخ المرضي اللي بيعمله الدكتور، وتبقى اشعه الماموجرام مع السونار، علشان اتلافى اللي سيادتك بتقولي ان يبقى كان فيه ورم سرطاني في الثدي وانا ما شخصتهوش، لان ده اسوأ شيء. مهم جدا ان انا اشخص السرطان. عشان كده في الدول المتقدمه بيعملوا ما يسمى المسح لكل بالظبط. السيدات واخده وده حصل في مصر في حملة 100 مليون صحة للبحث عن السرطانات، ده اتعمل يا دكتور. الميموجرام ان اي شخص كان بيروح يقدم اللي شاكين او اللي هم زي ما بنقول اللي هم اكثر عرضة، اللي هم مثلا نقدر نقول لهم انتوا حصل في مشكلة في العيلة او ظهر الموضوع ده في العيلة فانتوا اكثر عرضة، الناس بقت بتروح وتكشف. انا شايف ان دي من اهم الانجازات اللي في بالظبط، الفتره عاملاها الاخيره بوزارة وزارة اللي احنا الصحة. لمسناها. ان وصلوا كمان يا استاذه للناس اللي في القرى وفي النجوع اه. وفي الارياف. وكمان خلوا اولا هم بعتوا لنا التمريض والدكاتره والزائرات الصحيات، احنا دربناهم كاساتذه جراحه اورام ازاي يفحصوا السيدات. والنقطه الثانيه هم عملوا مسح للناس دي في القرى وفي النجوع، واي اشتباه في اي شيء بدأوا يبعتوا لنا تاني على معهد الأورام. وعايز أقول لحضرتك إن ما زالت الحملة دي مستمرة، وما زالت لحد دلوقتي الناس بتيجي. وعايز أقول لحضرتك إن دي ادتنا فرصة إن احنا نكتشف حاجات كتير قوي في الاكتشاف المبكر، ونتفادى اللي سيادتك كنت بتقوليه فيه إن ممكن يجي تشخيص في مرحلة متأخرة.